نعرف التهمه اللي كانت موجهه للام، وحضرتك ايه المجهودات اللي حضرتك عملتها؟ التهمة الموجهة إلى الأم هي قتل طفلها الرضيع مع سبق الإصرار، ومن المعلوم أن هذا الاتهام يصل إلى عقوبة الإعدام، لكن الأدلة في تلك الدعوة من وجهة نظر الدفاع منتفية، سواء بحق المتهمة كونها تعاني من مرض نفسي، وأيضا لأن تقارير الصفة التشريحية أو تقارير الطب الشرعي الواردة بأوراق الجناية أو أوراق تلك الدعوة بتقول إن هذا المجني عليه أو الطفل الرضيع ده المتوفى إلى رحمة مولاه لم يمت هربا. يعني هو اعترافاتها في النيابه متضاربه مع تقرير الطب الشرعي. ما هو من شروط الاعتراف ان يطابق الحقيقه، لكن النهارده واحده عندها خلل نفسي لا يعتد باعترافها، سيما وان التقرير اللي هو الدليل الفني تقرير الصفه التشريحيه لا يجزم ان المجني عليه مات غرقا. فبالتالي انا هقف على اعتراف المتهم ازاي، سيما اذا ثبت لدي او ثبت بالاوراق وفي تقرير الصفه التشريحيه ان هو ما ماتش غرقا. حضرتك طلبت ايه من المحكمه؟ طلبنا من المحكمة إيداع المتهمة إحدى دور الرعاية النفسية وللكشف عن قواها العقلية والنفسية والعصبية، وطلبنا أيضا بعض الطلبات الأخرى اللي إن شاء الله هتحقق في جلسات قادمة بإذن الله. المحكمة وافقت؟ نرجع تاني لتقرير الطب الشرعي، هل إيه سبب الوفاء اللي طلع في تقرير الطب الشرعي؟ تقرير الطب احنا عندنا في تلك الجناية أكثر من تقرير طب شرعي، عندنا 4 تقارير طب شرعي، تقريرين من طبيبة شرعية وهي الطبيبة التي عاينت الحالة حالة ورودها إلى المستشفى، وأيضا هي اللي كتبت التقرير بالوفاة، ودي قالت إن هو ادعاء سقوط وإن كان في تورم في وجهه، في حين إن تقرير الصفة التشريحية تقريرين 2 لم يجزم بشكل قاطع أن المتوفى إلى رحمة